السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ وايلد دريفت معاكم كينج، والنهارده جايين بشرح جامد جدا لأسطورة الجنجل ليسن. هنشرح المهارات والكومبوهات والرمز والبيلد، كل اللي يخليك تلعب ليسن زي البرو. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معانا الباسيف بتاعة ليسن. كل ما ليسن يستخدم سكيل بياخد هجومين سريعين بترجع له طاقة وبتزود له سرعة الضرب، يعني الباسيف بيشتغل معاك بحاجتين بعد ما تدي أي سكيل. المهم هنا إنك متسيبش الهجومين يضيعوا، يعني بعد كل سكيل اضرب ضربتين وبعدين استخدم سكيل اللي بعده. الباسيف هو اللي بيخلي كومبوهات ليسن سريعة ومرنة، فخلي دايما عينك عليه. وحافظ على رتم بعد كل سكلاية، تضرب ضربتين عاديين تاخد سرعة ضرب وهتاخد إعادة طاقة. نخش بقى على القدرة الأولى بتاعة ليسن. دي أهم قدرة عند ليسن، وهي اللي بتسحبه عند الخصم. بترمي أول ضربة بتعلم العدو، ولو استخدمتها تاني بتندفع عليه وتعمل دمج عالي. نصيحة: استعملها دايما من بعيد، ولو العدو في نص دمه استخدم الاندفاع على طول. ولو العدو فول اتش بي حاول انك تستنى لما يدم شوية وبعد كده تستخدمها وتندفع عليه. كمان عايز اقول نصيحة: لو مثلا انت هتعمل جنج، استنى مثلا لو انت مش عارف الانمي تيم اللي قدامك فلش ولا لا، استنى لما يفلش وبعد كده ارميها عليه. يعني ما تتسرعش في استخدامها. اهم حاجة كمان ان هي ما بتعديش من ورا الماينز، يعني لو الانمي تيم واقف ورا الماينز زي كده مش هتيجي فيه وهتيجي في الماينز، فلازم تخلي بالك من حاجة زي دي عشان تعرف تركز في الجنج ويكون مضمون بنسبة 100%. نيجي بقى لتاني قدرة بتاعة ليسين. تاني قدرة بتاعة ليسين بتندفع برضو وبتديك درع خفيف كده زي ما انتوا شايفين. الدرع ده هينفعك جدا لو مثلا حد اداك نايت او خلاص واقف على لو اتش بي، فالدرع ده هيفيدك جدا في الفايتات. كمان حابب انبه لحاجة: دايما ركز في دي، يعني ممكن من ليفل 2 أو ليفل 3 تبدأ تعمل جنجاتك، وتركز جدا في دخلاتك بتاني سكيل تاني قدرة عشان تعرف تخش على الانمي تيم وتعمل جنج صح. عايز أقول حاجة كمان: تاني استخدام ليها بيديك ضرر سحر مع الضرر المادي، وبعد ما تخلص بيديك ضربتين عاديين بيكون فيهم نقص الكول داون، كل ضربة بتنقص ثانية. يعني بعد ما بتستخدم السكيل مرتين بيكون في ضربتين عاديين بيعملوا نقص للكول داون. كمان عايز أقول حاجة مهمة: الدراع ده مش بيشتغل لو ضربته في أي مكان وخلاص، يعني ضربته في مكان فاضي مش هيعمل دراع، لازم يبقى على الانمي تيم أو الوحوش. بالنسبة للقدرة التالتة هي مفيهاش كلام كتير، هي عبارة عن إنك أول استخدام ليها بتعمل كشف للإنمي أو للعدو، حتى لو هو اختفى هيكون باين ليك. فأول استخدام ليها بيعمل كشف، الاستخدام التاني بيعمل سلو زي ما انتوا شايفين، بيعمل إبطاء للخصم أو للوحوش. فحاول دايما تستخدمها وانت داخل تعمل جنج عشان تبطئ العدو وتبقى انت أسرع منه، وبعد كده تستخدم باقي سكلاتك. فدايما ركز على جنجاتك انك تبدأ بالسكيل ده في الايرلي جيم بالذات عشان تعرف تعمل سلو للخصم وتبقى انت اسرع منه. اخر حاجة بقى معانا في المهارات الالتيميت الركلة. دي اقوى حاجة عند ليسين، بيحدف الخصم لقدام وتعمل دمج عالي جدا. وممكن تستخدمها في حالتين: تطير العدو على تيمك عشان يقتلوه، أو تخرج حد مثلا دي الدمج بتاعه قوي أو حاجة في الفايت في الانمي تيم، تخرجه من الفايت وتبعده عنه. ممكن تعمل كومبو وتخبط ال ال الانمي تيم في بعض، وهيخبطوا في بعض ويعملوا ستان خفيف ويرفعهم زي ما انتوا شايفين كده. كمان حاول دايما تركز في الألت على الشخصية الضعيفة زي مثلا اي دي سي. حاول دايما تبعد عن السبورت وترمي على تيمك، لأن ده في الغالب أكتر شخصية بيتعمل عليها فوكس أو أقوى شخصية بتطلع دمج في الانمي تيم. كمان عايز أنبه على حاجة: إن الألت ما بتتضربش على المينز، يعني الألت بتتضرب على
الانمي فقط لا غير، يعني لا ولا مينز ولا وحوش ولا اي حاجة. حابب كمان اقول معلومة مهمة عن باسيف ليسن تاني، او هي باسيف للمهارات عامة كلها. لو انا رميت اول سكيل واستخدمت الاندفاع على طول، يعني انا رميت اهو اول سكيل دلوقتي وهعمل اندفاع على طول، جابلي انه فاضل 6 ثواني على اللي هي تتعاد تتضرب تاني. انما لو انا رميتها دلوقتي واستنيت لحد اخر ثانية ودوست، جابلي ان هي 3 ثواني. يعني لما استخدم ما بين الاستخدام الاول والاستخدام التاني، لو استنيت لحد اخر ثانية فيها، الكول داون بتاعها هيقل النص. لازم تركز اوي في حاجة زي دي، بسبب انها هتعمل لك تعرف تضرب السكيلات أسرع وبشكل مرن وورا بعض متسلسل، فتعرف تعمل سكيلات سريعة وانت من غير يعني ما تعطل في السكة، وتعرف تدمج دمجك كله على طول. فزي ما انتوا شايفين ان هي كل السكيلات بالسكيلات التانية مثلا اهي هيجيب لك 12 ثانية. فلازم دايما انك تاخد بالك من حاجة زي دي، وتأخر سكيلاتك وما تستعجلش عليها وعلى مهلك خالص. ودلوقتي هنشرح الرنز. أول رنز معانا الرنز الغازي أو الكونكور. دلوقتي الرنز دي عبارة عن إنك كل ما تضرب بزكاتك لمدة 6 مرات هتعمل دامج أعلى في كل مرة تضرب فيها لحد ما تجمع آخر استك. هي بتستكها 6 مرات، بس بعد 6 مرات ما بتتجمعش، ما بتزيدش تاني عن كده. فهي بتتجمع 6 مرات، ممكن تجمعها سكيل وضربات عادية. فحاول دايما انك تستخدم الكومبو بتاعك بعد ما تجمع الاستكاتك كلها. دي افضل رونز لليسين، وحلوة جدا ضد التنكات، وحلوة ليك انك برضو تعرف تضرب الكومبو بتاعك كله وتعمل دامج اعلى ضد الانمي تيم. وتاني رمز معانا هي صاعقة الكهرباء، عبارة عن إنك تدي 3 ضربات فبتنزل صاعقة على الخصم، سواء ضربات عادية أو لو هنعمل سكيلات برضه هينزل صاعقة، أو هتعمل سكيل وبيزك برضه هيعمل كده. المهم إنك تضرب 3 ضربات. وتالت رمز معانا هي عصا الظلام، ودي لو أنمي تيم تحت 50% HP بتعمل دمج زيادة، وتقدر تفضل تستك كل ما تاخدها من خصم، وإلى ما لا نهاية تستخدمها براحتك. آخر رمز معانا هي رمز الضربة الأولى، ودي لازم تستخدم كل سكيلاتك على طول من أول مرة. هتديك جولد زيادة وبتديك دمج زيادة، وده مش حقيقي. فدي من أفضل الرمز اللي ليسن، والأفضل إنك تلعب بيها دايما، وهي أحسن رمز. وبعدين نيجي هنا للأيتمات. دي أفضل أيتمات لليسن اللي أنا بلعب بيها، فاستخدمها دايما ضد تانكات وضد أي تشامبيونات استخدم دي. بس لو في حالة في تشامبيون بيعمل شيلد أو درع، فاستخدم دي مكانها، مكان أول أيتماية. هتنفعك جدا 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 جدا. ولو عايز تلعب كفايتر مش عايز تطلع دامج، فاستخدم الأيتمات دي، هتنفعك برضه جدا كفايتر، وهتفيدك جدا في الفايتات، وهي هتبقى شبه تانك، وهتبقى مفيد جدا للتيم بتاعك.
Ensemble and Mountain Dragon have spawned. Ensemble and Mountain Dragon have spawned. وكده يا أبطال نكون وصلنا لنهاية شرح ليسين. ولو استفدت من الفيديو أو اتعلمت حاجة جديدة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان أكمل سلسلة الشروحات. ولو عندك أي سؤال أو عايز شرح لأي شخصية معينة اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. كان معكم كينج، أشوف وشكم على خير يا أبطال.